بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى أن دولة قطر قررت أن تشتري تونس، ذلك المكان الجميل في العالم والمعتدل في الطقس وتلك الأرض الخضراء الجميلة، فهي قطعة من الجنة. قررت قطر بأموالها أن تشتري تونس مهما كان الثمن. واليوم نرى وأن الخطوات نحو هذا البيع، بيع البلاد إلى قطر، بدأ يتجسم شيئا فشيئا، لا من فقط حركة النهضة وعميلها المرزوقي، بل حتى أيضا من الشعب التونسي، بل نقول أجزاء من الشعب التونسي. أجزاء كبيرة من الشعب التونسي اليوم تنتخب في المرزوقي، وقاعدة تقول المرزوقي باش يجيب لنا الفلوس من عند قطر، وباش يعطينا الخبز، وباش نتفرهدوا، أما الباجي قايد سبسي اش عنده ما يعطينا. هذه العقلية اللي دبت في عقول السفهاء وعقول الخونة. هذه العقلية وجدت خاصة في الجنوب، لأن هذه الربوع فعلا هي ربوع مهمشة منذ أن كان زين العابدين بن علي، وحتى منذ أن كان الرئيس بورقيبة. هذه الاعتمادات الموجودة حاليا، وهي موجودة فعلا، وأن البلاد باش تتباع إلى قطر حب من حب وكره من كره، إلا إذا توحدت القوى السياسية كلها في صف واحد، سواء كانت معارضة أو أحزاب متوسطية، أحزاب الوسط، وحتى الأحزاب النهضوية والأحزاب التجمعية. يلزم إذا اختلفنا من ناحية المبادئ فلا يجب علينا أن نختلف في هذه المشكلة، نسلم بلادنا القطر، وإلا نترك الأمور، نترك الأمور كما كانت، ونعمل على تنمية بلادنا ونكون بلادنا ونختلف مهما كان الاختلاف. حاجتين نخيروا ما بين الانتخاب المرزوقي واللي تعاونوا النهضة، وراهي البلاد باش تتباع وباش يجيبوا شوية فلوس، لأن القطريين راهم تجار ويلقاو خبزة باردة باش يشتروها بأرخص الأثمان. عيب عليكم يا توانسة، ما ثم حتى حل. الحل الوحيد هو أن تتجمع القوى السياسية كما قلت بجميع أنواعها وجميع أشكالها ضد هذا المشروع الصهيوني الذي يقوده المرزوقي، اللي يبيع بلاده من أجل قصر قرطاج ومن أجل الأموال. وأيضا المشروع هذا قاعدة شادته الحكومة النهضوية أو الأحزاب النهضوية، اللي يساعدها من الناحية باش تدخل الإخوان، وباش تطبق الشريعة، وباش تعمل البنوك الإسلامية، وباش تنفذ مشروعها. يجب أن يقف الجميع ضد المرزوقي وضد النهضة حتى يفشل هذا المشروع الصهيوني، هذا المشروع القطري، ويذهب هباء منثورا. ونجوع، نعم نجوع، ولكننا سنعمل وسنقيم في بلادنا
يلا الإمكانيات التي تأتي لأبنائنا بالخبز، وخبزة يابسة خير من خبزة واحنا توانسة، خير من خبزة وفيها برشيشة الحم واحنا تحت الحكم القطري وتحت الزناء القطري.